السلام عليكم ورحمة الله. جيتكم فيديو جديد اللي ماشي غريب عليكم، ولكن حبيت انني نشاركه معاكم. فيديو ديال اليوم ان شاء الله هو الطاوة ديال السرديل اللي معروفة في اسفي. الطاوة ديال السرديل. فبالنسبة الخضر اللي غادي نستعمل هنايا، غادي ندير مطيشة اللي غادي نقطعها دوائر اللي هي رقيقة. هنا بالنسبه للخضر تستعملوا اي خضر عندكم. انا بعض الخضرات كندير الدنجه الا كان عندي، كندير فلفل خضراء ولا حمراء ولا صفراء. صراحه انا دابا قديت بداك الشيء اللي عندي، يعني ما يعني داك الشيء اللي موجود. كانت عندي مطيشه، البصله، الفلفله الحاره والحامض، هادشي اللي درت في اللاطه. بالنسبه الا كان عندكم طنجال حتى هو كنقطعوا دوائر اولا كنقطعوا على شكل طولي، وكان نستوي حتى هو فوق السرديل. اولا الا كان عندي الفلفل حتى هي كتنفعني بزاف. الفلفله حلوه حتى هي كنديرها، ما متوفراش عندي دابا، يعني استعملت داكشي اللي عندي. هنا درت كيف ما شفتوا، قطعت مطيشه دوائر رقيقه. هنا البصله حتى هي اللي غادي نقطعها، اللي غادي نقيها نحيدها القشره وغادي نقطعها حتى هي دوائر رقيقه. بالنسبه للحامض حتى هو غندير نفس الطريقه، وغندير فلفله حاره. صراحه الطاوه كتجي ساهله وسريعه ودغيا كتوجد. كيف ما معروف باسفي، فمعروف باللاطه ديال السرديل، معروف بالشوايه ديال السرديل، الكويرات ديال السرديل، الشريكات. فتبارك الله. كيف با كتعرفوا المطبخ المسفيوي راه غني غني بمأكولات اللي هي زوينه بزاف. هنا غناخذ واحد الحامضه تقريبا نقطع منها واحد 3 ديال الطريفات باش نديرهم في اللاطه. هنا غادي نوجد اللاطه اللي غندير فيها السرديل. بالنسبه للاطه كنفرشها بواحد الورق. هنا مني كنجيب ديك الباكيت ديال السكر اللي فيها تقريبا 6 الباكيات، مرت 5، كنحتفظ بهذا الورق. هذا الوراق كنحتفظ بهم هما، والوراق ديال القالب ديال السكر، فهادو كنحتفظ بهم بحال هكا. ملي كنبغي ندير السرديل فكنلقاهم كنفرشهم في اللاطه، كندير عليهم السرديل. وكان واحد الورق اللي كنا كنقولوا ليه حنا الورقه ديال الزبده، ورق ديال الزبده كان كيتباع عند مول الحانوت، كنا كنجيبوه من عنده تقريبا ورقه ديك الساعه ورقه ب10 ريال ولا حتى هي كنا كنديرها، كنفرشوها بحال هكا في اللاطه وكنديروها. المهم هنا غادي نبدا نخالف في السرديل. غنصاوب السرديل هنا، غنبدا نخالف فيه في اللاطه، سرديله حدا سرديله، وغادي بحال هكا حتى نكمل اللاطه كامل، يعني حتى نكمل الكميه ديال السرديل اللي عندي هنا. بالنسبه للسرديل راه باقي يعني فريش، كيف جابوا لي من المرصه، يعني كيف قاديته في اللاطه. صافي كيف ما قلت لكم، يعني كنبقى غدا كنخالف في السرديل في اللاطه. كذلك مثال بالنسبه للمطيشه والبصله والحامض، حتى هما غادي نقادهم ونصطفهم فوق من اللاطه كيف ما قلت لكم. الا بغيتوا ديروا الدنجال، ديروا الفلفله، فهما حتى هما كيجوا الصراحه في الطاوه كيجوا زوينين حتى هما. مثلا بغيتوا ديروا غير الطاوه ديال السرديل بحال هكا، وما يعني ما ديروا فوق منها حتى حاجه، ديروا غير بحال هكا السرديل وديروا معاه واحد الفلفله حاره من الفوق فقط. وبغيتوا ترافقوه بشلاضه ديال المطيشه، الشلاضه اللي كنقطعوا ديال المطيشه هي والبصله والربيع وشويه ديال الفلفله مشويه. كيف ما يمكن لكم انكم ترافقوه بطبيصلات ديال العدس يعني كسلطه حتى هوايه. كتجي سلطه سخونه ديال العدس تا هو صراحه كنديروا مره مع السرديل. صافي هنا غنكمل هاد المطيشه. البصله حتى هي غادي ندير لها حتى هي بحال هكا، غادي نقادها كيف ما يمكن لكم ترافقوه مثلا الزعلوكه ديال الدنجال اولا زعلوك ديال القرعه الخضراء.
ممكن ديروا تكتوكه ديال مطيشه وفلفله. فصراحه عطا الله ما ترافقوا بهم هاد الطاوه ديال السردين، في حاله الى يعني ما فيكم ما يعني بغيتو تزيدوا يعني تقادوا على تفننوا على هاد اللاطه وديروا معاها شليضات. فانا دابا هنا درت الخدمه اللي موالفين كنديروا. طاوه كتجي فيها بخضرتها بكل ما ليها، بسرديله بكل ما ليها، كنحطوها بحال هكا. هنا بالنسبه للطاوه ديال السردين كيف ما يمكن لكم بغيتو تحطوها دوها الفران ديال الزنقه راه كيطيبها لكم، ما بغيتوش راه كتسخنوا الفران. انا بالنسبه لي غادي نسخن، غنطيبها غير في الدار. كنسخن الفران على نار اللي هي مجهده حتى كيسخن مزيان، ومن بعد كندير لاطه. انا ديما كنطفي الفوق كنخلي غير لتحت، كنخلي لاطه حتى كطيب على خاطرها من التحت، ومن بعد كنهبطها لتحت كطيب بالوجه ديالها وكتحمر. صدقوني انها كتجي لذيذه بزاف، والخصوص الا كان السرديل جديد يعني باقي الله كي جاي، مثلا المرصيني ما بايتش ماشي كونجلي. هنا غادي ندير الملحه ديال البحر. بالنسبه لي انا الملحه ديال البحر فما كنستغناش عليها، فهي اللي كنطيب بها. كنجيب منها كميه كثيره، كنديرها في واحد المقله اللي هي ثقيله، كنسخنها، كنبقى نحرك فيها مع التحريك مستمر حتى كتسخن هذيك الملحه، وكنطحنها في الاله ديال العطريه صافي. وكنعمر نحطها في قرعه وكنعود نخدم بها، هي اللي كنستعملها يعني كنملح بها المأكولات اللي كندير، كتجيني طبيعيه وحسن كاع من هذيك اللي كناخذو ديال الباكيه. هنا خديت واحد الكميه ديال الملحه غادي نملح بها هاد الطاوه صافي، وغادي ندخلها الفران وغنتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاوه ديال السرديل في الفران. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاوه في الفران بعد ما طابت. فانتم كيفاش كتجي تبارك الله محمره، داك الزيت داك السرديل كتلق الزيت ديالو. يعني اكله ليا صحيه 100%. كنتمنى انكم تجربوها، وكيف ما كتعرفوا راه اسي دائما معروف بالسرديل وبالوصفات ديالو. فشكرا لمتتبعي قناه كنزه.